بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بكم. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم ان شاء الله، ويا رب الناس كلها تكون بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، ديربي القاهرة. هقول لك انا التشكيل المتوقع للفريقين ومفاجأة كولر امام نادي الزمالك. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعة، وقول لي توقعاتك في التعليقات، وان شاء الله التوقع الصحيح اقول اسمه في الفيديوهات القادمة. وخلونا نبدأ الحلقة مع بعض. هنبدأ كده بموعد المباراة إن شاء الله يوم الاثنين 15/4 على استاد القاهرة الدولي. نادي الأهلي ترتيبه في المركز التاسع محليا في الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 ماتشات. الزمالك في المركز ال12 برصيد 18 نقطة من 12 لقاء. هداف النادي الأهلي في الدوري هو بيرسي تاو 4 أهداف، ولكن هداف الزمالك هو أحمد سيد زيزو 6 أهداف. غيابات النادي الأهلي في مباراة القمة: محمد شناوي، أليو ديانج، إمام عاشور، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، بالإضافة إلى محمد الضوي كريستو. أما عن غيابات الزمالك: يوسف أوباما، محمد صبحي، محمود علاء، بالإضافة إلى محمود الونش. تشكيل النادي الأهلي المتوقع في مباراة القمة: كولر هيبدأ بخطة 4-3-3. في حراسة المرمى: مصطفى شوبير أوفا. خط الدفاع: علي معلول، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة. خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي قفشة. في الجانب الهجومي: رضا سليم، وسام أبو علي، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر. هيكون في عدد من العناصر المميزة على الدكة زي محمود كهربا، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد، بالإضافة إلى الفرنسي أنتوني موديست. وبنسبة كبيرة مروان عطية هيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة. مفاجأة مارسيل كولر في مباراة القمة أمام الزمالك: البدء بالفلسطيني وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد بشكل أساسي من البداية. طبعا كولر في الماتشات السابقة للنادي الأهلي كان بيعتمد على وسام أبو علي بديل في الشوط الثاني. نفس الكلام عمر كمال عبد الواحد، عمر ما كانش بيشارك أساسي. في ماتش القمة بنسبة كبيرة بشكل مؤكد يعني عمر كمال هيلعب في مركز الظهير الأيمن باك يمين، ووسام أبو علي مهاجم رقم 9. 2 أسلحة على أعلى مستوى، 2 لعيبة يقدروا يصنعوا الفارق في النادي الأهلي. واحنا عندنا طبعا غيابات مؤثرة، ولكن وسام مهاجم جيد، مهاجم سوبر، يعتبر هو أفضل مهاجم 9 في النادي الأهلي على مستوى القدرات والإمكانيات. عنده مقاومات عالمية، بيعرف يسجل، بيعرف يخطف أهداف. عمر كمال عبد الواحد ما شاء الله لاعب دولي وبيأدي بشكل ممتاز في مركز الظهير الأيمن هجوميا ودفاعيا. أما عن نادي الزمالك والتشكيل المتوقع: تشكيل الزمالك في حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع 4 لعيبة: حسام عبد المجيد، عمر جابر، حمزة المسلوسي، بالإضافة إلى أحمد فتوح. خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، واحمد حمدي. في الجانب الهجومي 3 لعيبه: سامسون اكينولا مهاجم 9، احمد سيد زيزو، وناصر ماهر. يعني 4-3-3 بتتحول احيانا ل 4-2-3-1. نادي الزمالك طبعا كسب الاتحاد السكندري 3-0 في اخر مواجهه. عندهم لعيبه برضو يعني بقدرات عاليه على الدكه زي شيكابالا تعافى، خلي بالك من الاصابه، وبنسبه كبيره هيشارك، ممكن يلعب كبديل امام النادي الاهلي. موجود ايضا سيف الجزيري، نيمار، ناصر منسي، ومحمد شحاته. كتيبه يعني الزمالك عاملين فريق قوي جدا جدا، ولسه المدرب اللي هو جوميز ده بيحاول يطور اكتر كمان. يعني الزمالك ممكن الفتره الجايه مستواه يتطور ويكسب الكونفدراليه وينافس على الدوري. والنادي الاهلي اكيد خصم كبير ايضا، يعني النادي الاهلي بمن حضر دايما. خلونا نشوف مع بعض ارقام الاهلي والزمالك في الدوري حتى الان ومين الاحسن. النادي الاهلي لعب 10 ماتشات، سجل 23 هدف واستقبل 11. نادي الزمالك لعب 12 لقاء، سجل 20 هدف واستقبل 13. طبعا بالارقام النادي الاهلي افضل، ولكن على ارض الواقع على المستوى الفني والبدني الزمالك احسن من الاهلي الفترة الحالية.
ممكن الاهلي بيمر بظروف صعبه نوعا ما، يعني الفتره الاخيره محليا وافريقيا كولر بيقدم اداء غير مقنع، اداء متواضع جدا جدا. يعني شفنا النادي الاهلي امام سيمبا رايح جاي، شفنا الاهلي قدام انبي اتعادلنا 2-2، امام زد كسبنا 1-0 بالعافيه. فالاهلي مش في افضل حالاته الفنيه. الزمالك لا جيد، يعني فعلا شكل الزمالك دلوقتي عندهم شخصيه، عندهم هويه. الزمالك عمل صفقات سوبر في الميركاتو الشتوي، تم التعاقد مع عبد الله السعيد، محمد شحاته، ناصر ماهر، احمد حمدي، لعيبه يعني تدعيمات قويه للكتيبه البيضاء. فالزمالك دلوقتي فنيا افضل من النادي الاهلي، ولكن خلي بالك ماتشات القمه بتعتمد على حاله اللعيبه في المواجهه ذات نفسها. يعني مش بنعتمد على المؤشرات ولا المعطيات ولا الماتشات السابقه. شوف انت المعنويات. انا عارف ان الزمالك عندهم دوافع وعندهم رغبات، برضو النادي الاهلي، برضو الاهلي بينافس، لان خلي بالك الماتش ده هيفرق جدا جدا نفسيا. يعني زي ما قلت لك كده الاهلي في المركز التاسع والزمالك في المركز ال12. النادي الاهلي محتاج يعالج بعض المشاكل، الاهلي عنده غيابات مؤثره، الزمالك محتاج يدخل في المنافسه اكتر ومحتاج يكسب الدوري والكونفدراليه. فماتش الاهلي والزمالك على المستوى المعنوي والنفسي هيفرق جدا مع اللعيبه، والزمالك عندهم لعيبه خبرات خلي بالك، يعني ناصر، عبد الله، شحات، احمد حمدي. الزمالك فعلا كتيبه دلوقتي والمدرب جيد. بخصوص غيابات النادي الاهلي، هل الغيابات مؤثره؟ ايوه طبعا طبعا. يعني بنتكلم عن اهم لاعب امام عاشور، محمد شناوي حارس مصر الاول، حسين الشحات كان من القوام الاساسي بالنسبه للكتيبه الحمراء. يمكن في مركز حراسه المرمى احنا مش حاسين قوي بغياب الشناوي، لان ما شاء الله اوفا شوبير، مصطفى شوبير حارس عنده مقاومات وعنده الشخصيه وعنده امكانيات جيده جدا، وشوبير ما شاء الله بيقدم مستويات رائعه. في وسط الميدان ممكن يكون عندنا مشكله ليه؟ لان امام عاشور يعني بشكل مؤكد هيغيب، مروان عطية هو كمان بنسبة 75% هيغيب عن مباراة الديربي، وبالتالي البدايل مش في نفس المستوى. يعني عمرو السولية لاعب جيد ولاعب خبرة، لكن فنيا وبدنيا مش زي امام عاشور. امام عاشور انا قلتها قبل كده افضل وسط في افريقيا، يعني ما شاء الله عنده امكانيات رهيبه. امام فنيا بدنيا تكتيكيا دفاعيا هجوميا حاجه ما شاء الله، ربنا يحميه وان شاء الله يرجع يعني اقوى من الاول. مروان عطيه يعني ما شاء الله كان بيلعب اساسي الفتره السابقه، لكن للاسف اتصاب. هيلعب مكانه مين؟ قفشه، هيلعب مكانه كوكا، كريم ندفد مش عارف ظروفه. فبالتالي انت برضو يعني خط الوسط في بعض المشاكل. بخصوص الاهلي والزمالك في نقطه ضعف مشتركه، وهي الخط الدفاعي. يعني الزمالك الدفاع تقريبا فاضي، ما فيش دفاع قوي، اخطاء ومشاكل فرديه وجماعيه. نفس الكلام بخصوص دفاع النادي الاهلي والخط الخلفي للقلعه الحمراء. يعني مفيش انسجام بين ربيعه ومحمد عبد المنعم، بنشوف اخطاء فرديه، بنشوف محمد عبد المنعم بيعمل خطا اصلا اثناء بناء الهجمه، رامي ربيعه في التمركز والرقابه عنده مشاكل. ودايما انا بقول لك ان ربيعه محتاج يعالج المشاكل اللي عنده، محتاج يراجع نفسه بشكل او باخر. وبالتالي انت كده عندك مشكله مشتركه بين الاهلي والزمالك. فلازم احنا نستغل الفرص، احنا كاهلاويه النادي الاهلي يستغل الفرص، ولازم يعني برضو نكون متماسكين في الخط الدفاعي. ما ينفعش الاخطاء دي، ما ينفعش احنا نشوف مشاكل دفاعيه زي المشاكل اللي حصلت والاخطاء اللي حصلت الاربع ماتشات اللي فاتوا. لان خلي بالك الزمالك نازلين عندهم دوافع. انت عندك برضو يعني موجود سامسون اكينولا، تقول لي سامسون، لا سامسون بيأدي وبيسجل. زيزو اخطر لاعب في نادي الزمالك، لاعب مؤثر جدا ولاعب شرس جدا على الجول وبيسجل ودايما فعال. عندنا ايضا رضا سليم لاعب خطير ولاعب مهاري، وسام ابو علي لاعب هداف ما شاء الله، بيعمل اللي عليه داخل ارض الملعب، ودايما عنده الرغبه ودايما عنده الهدف انه يسجل ويكون خطير على الجول. يعني الزمالك ما عندوش غيابات مؤثره بالشكل الكبير. خلي بالك يعني مين الغايب؟ محمد صبحي، محمود الونش اتعودوا على غيابه، غايب من زمان. يوسف اوباما
في لعيبه كتير بدايل لاوباما في خط الوسط، زي ناصر، زي شحاته، زي احمد حمدي، عبد الله السعيد، فشيكابالا كمان رجع، وبالتالي الزمالك يعتبر ما عندوش غيابات. لكن النادي الاهلي عنده غيابات. النادي الاهلي الشناوي غايب، بنتكلم عن بيرسي تاو ممكن ما يحضرش، بنتكلم عن امام عاشور غايب بنسبه 100%، بنتكلم عن حسين الشحات، مروان عطيه. ولكن دايما النادي الاهلي بمن حضر. وخلي بالك الاهلي لما بينزل مركز نقدر نكسب اي فريق، وان شاء الله نأدي بشكل كويس امام نادي الزمالك يوم 15/4. انا اتمنى التوفيق للقلعه الحمراء امام نادي الزمالك. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعه، وقول لي توقعاتك في التعليقات. شكرا لكم، سلام عليكم.